اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل فطير مشلتت يا جماعة، طريقة سهلة وسريعة وبسيطة. هنا حطيت يعني تقريبا كيلو دقيق، عليه معلقة ملح و3 معالق سكر، وهقلب المكونات الجافة الأول كده مع بعض. وهنعجن بمية عادية من الحنفية، مش دافية ولا أي حاجة، مية عادية من الحنفية هنعجن بيها العجينة. هحط كده شوية بشوية، نجيب لها مية كده تاني، وهفضل احط بقى المية شوية بشوية لغاية ما العجينة تتعجن معانا طبعا وتلم. وعجينة الفطير بتتعجن شوية زي عجينة العيش، لازم نعجنها شوية عشان يكون فيها عرق فتلم، يعني تفرد معانا بسهولة. ونعجن كويس. احتاجت شوية مية تاني، نزلت بشوية مية برضو. طبعا هتفضل تلزق في ايدينا وفي الاول، وبعد كده لما تتعجن كويس وتبتدي تلم هتلاقيها فكت من ايدك وهتبقى تمام. انا في الاخر غلفتها بحبة زيت، بس ده مجاش في التصوير. نعجن كويس جدا، وانا بعجن كده بفضل الم العجين اللي في الطبق. وبس هنا عجنتها، نقلتها في طبق وهحطها بقى، اشكلها في صينيه كده عليها حبه دقيق. كوري بقى الكور الحجم اللي انت عايزاه. طبعا بعد ما نكورها لازم العجينه ترتاح، يعني لازم الفطير بيرتاح اكتر من مره، يعني بعد ما تكوري تريحيه. وبعد ما بنريحه بنفرده طبعا الاول، بعد ما بيريح اول خطوه بنفرده اول مره، وبعد كده بنلمه ونسيبه يرتاح تاني زي ما هتشوفوا كده دلوقتي. انا هنا سيحت زبده، نوعين زبده على بعض، نوع ابيض، كان عندي زبده بيضه وزبده صفراء، سيحت الاتنين مع بعض. وهبتدي بقى افرد العجين. احط زبده على الترابيزه. طبعا انا طلعت بره المطبخ علشان المطبخ عندي مساحته مش كبيره والرخامه صغيره فمش هيساعدني. فتحت الترابيزه دي كده في الصاله وقلت اعمل عليها احسن. كل ما تحطي على ايدك زبده كده وتفردي العجينه بتفرد معاكي بسهوله. بس انا كنت عملت واحده رققتها قوي قبل دي، فلزقت معايا في الترابيزه، فما ترققوهاش قوي. والخطوه دي حلوه قوي ان لتوريق الفطير يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده تقسموهم، وانتي بتقسميها تحطي طبعا زبده، هي طبعا مليانه زبده، فلو مش مليانه زبده حطي بين طبقه والتانية زبده. وتلمي كده الطبقات على بعضها، كل طبقه كده على التانية. وبعد كده هنلمهم تاني مع بعض ونعملهم كوره، ونركنهم على جنب طبعا يريحوا. دي كده يعني هنريحهم للمرة التانية، ريحناها أول مرة ودي المرة التانية. هفضل أعمل كل الكور اللي عندي بنفس الطريقة. هحط زبدة وافرد. كل ما العجينة بترتاح كل ما بتتفرد معاكي بسهولة. هنعمل كل الفطير بنفس الخطوات اللي انتوا شايفينها كده، بيبقى مورق وجميل جدا وسريع على فكرة وبسيط. مش لازم بقى نفرد العجينة كبيرة قوي زي الفطاطري. الطريقة دي سهلة قوي لأي حد عايز يعمل فطير، حتى لو مبتدئ هتنجح معاكم. وهنا رودينا بنتي واقفة معايا بتتفرج عشان بتحب تتعلم اوي، بتحط مناخيرها في المطبخ وفي حاجة الطبخ بتحب تتعلم، بتفكرني بنفسي وانا صغيرة. احط كده زبدة، ونفس الحكاية نلم كل الطبقات برضو ونعملها كورة ونحطها ترتاح. كل ما بترتاح كل ما الحجم بتاع اللي قبل اللي عدت بتكون اكبر. يعني شوفوا دي اكبر ازاي من اللي عدت، مع ان انا عاملة تقريبا الكور قد بعض، بس كان في اخر كورتين هما اللي صغيرين شوية. طبعا احنا في برضو يعني هنريحها للمرة التالتة بعد ما تتكور وتتحط في الصواني. ما بنفردهاش برضو بسرعة، بنريحها للمرة التالتة.
بس انا عملت كل كورتين في فطيرة، كان حلو بس حسيته كان تخين شوية، يعني انا بحب الفطير يكون اخف، بس هو عجبهم وكان طعمه حلو طبعا. بس قلت يعني افضل واحسن لو كنت عملت كل كورة فطيرة واحدة، كانت هتبقى خفيفة قوي بالنسبة للي انا بحبها خفيفة يعني، وكانت هتبقى بالنسبة لي احسن. بس هو طبعا ما قعدش واتاكل بالهنا والشفا. كنا جبنا معاه جبنة قديمة وجبنة بيضة وعسل. هنخلص الكمية كلها طبعا بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا حبيت يعني اوريكم كل الخطوات خطوة بخطوة، عشان اللي عايز يعمل مثلا لأول مرة يعمل الخطوات بالظبط، فهتنجح ان شاء الله معاه وهيبقى جميل قوي، وبيبقى مورق جدا من جوه. دول اخر كورتين انا كنت عاملاهم تقريبا، سايباهم يريحوا، بس كانوا تقطعوا صغير شوية، يعني كان حجمهم صغير شوية عن اللي بقى اللي قبلهم. هعملهم دول في الصينية الصغيرة. وهنا بنتي عمالة تسألني بقى كل شوية ده ايه يا ماما، وهتعملي ايه تاني يا ماما، ومش عارفة ايه يا ماما. طبعا انا عمالة اشرح لها، يعني كنت بجاوبها علشان هي حابة ان هي تعرف، وهي بتحب مجال الطبخ اصلا، يعني هي بتحب تدخل المطبخ كده تفنن لنا، تعمل لنا شوية اكلات كده بتبقى طعمها حلو بصراحة. ولو اتقطعت منك عادي مفيش اي مشكلة، زي ما انتوا شايفين كده انا كده كده بنلمها طبعا، وبتبقى مفيش اي حاجة باينة. كملي عادي، يعني لو اتقطعت منك كملي عادي. وطبعا في التسوية يا جماعة الفطير بيحتاج نار سخنة، يعني بتحطيه على نار سخنة، يكون الفرن سخن جدا على اعلى درجة حرارة عندك. بتكوني معلية الفرن ومسخناه قبليها بشوية، يعني ممكن تشغليه قبلها بربع ساعة عشان يكون سخن قوي، ويعني ايه يسوي معاكي بسهولة. لكن لو الفرن بارد التسوية مش هتكون كويسة معاكي، وممكن الفطيرة تبقى مكتومة، هتلاقيها من جوه مش مستوية. فلازم الفرن يبقى سخن جدا، زي ما قلت لك كده، ما بتشغليش الشوايه، هو من تحت بس. وهنا محمد ابني جاي يتفرج بيقول لكم باي باي. هيقف شويه طبعا يتفرج كده، زي رودينا سابت له المكان يقف فيه شويه يتفرج معانا. وهو كان عايز حته عجينه، بس للاسف ما فاتش حته عجينه، فهي هتعجن له حته بالدقيق، عشان هو بيحب ياخد العجينه يلعب بيها، بيعملها زي الصلصال. ودول اخر كورتين اللي هم حجمهم صغير، اللي هنعملهم في صينيه صغيره. يعني الكيلو دقيق هيعمل معاكي حوالي 5 فطيرات، الحجم اللي شفته في اول الفيديو. بس طبعا انا كنت مصوره 4 فطيرات، لان اول فطيره طلعت بصراحه اتاكلت، لانهم كانوا جعانين قوي وكانوا مستنيين، وهو بياخد وقت عشان لازم ياخد وقت في انه العجينه ترتاح كويس معانا، عشان لو مرتاحتش طبعا ما بينجحش معاكم. بس ودي اخر كوره، زي ما انتوا شايفين كده انا مغرقه ايدي زبده ومغرقه العجينه. الفطير يا جماعه بيحب السمنه او الزبده بتكون فيه حلو يعني كويسه، عشان يبقى طري معاكم، وبرده بتساعد ان هو بيكون مورق كده. يبقى كيلو الدقيق هتحطوا له زي ما شفتوا في اول الفيديو معلقه كبيره ملح، و3 معالق سكر. ودي اخر واحده زي معانا زي ما قلت لكم كده. خلاص كده خلصنا الكميه كلها، هغطيه بالنايلون واسيبه بقى يرتاح شويه، يعني قد ربع ساعه مثلا. هنا بعد ما العجينه ارتاحت هاخد كل كوره كده افردها. انا هنا كنت هفردها على الترابيزه، يعني اول واحده فردتها كده على الترابيزه، وحطيت السمنه برضو
وفردتها كده نص فردة. اخد بقى الكرة تاني واحطها جواها. دي في حالة ان انتوا عايزين الفطير زي الفطير الفلاحي كده بيكون تخين، بتحطي كل طبقتين في بعض، يعني كل كورتين في بعض، وهسيبها بقى في الصينية كده ترتاح. تاني واحدة بقى هفردها احسن في الصينية، يعني هجيب الصينية احسن وافردها جواها كده. نفردها برضو شوية كده بالزبدة، وهحط الكرة التانية جواها والم، وكله على نفس الطريقة. والله يا جماعة جربوه بالطريقة دي، سريع وبسيط وسهل جدا جدا جدا. هو متعب شوية طبعا عشان بياخد كذا خطوة في ان العجينة تريح معاكي، ما بتقدريش تعمليه طبعا بسرعة، لازم يريح كويس، فده بس اللي بيبقى متعب. بس مجرد ما العجينة ريحت وبتلم كله كده مع بعض وخلاص، بتسيبيها برضو ترتاح يعني زي 10 دقايق في الصواني، وبعد كده بتفرديها بتتفرد معاكي بسهولة. تقريبا دول كده اخر اتنين معايا. ولا دهنة بقى الصواني ولا اي حاجة، هو كده مليان بالزبدة، فخلاص انا مش محتاجة ان انا ادهن الصواني. وهنا بعد ما ارتاحت بقى بجيب اول واحدة حطيتها في الصينية، وبرضو ببل ايدي بالزبدة وافرد لحد ما اخلي العجينة كلها تملى الصينية وتكون كده خلاص. افردها كويس وافضل اضغط اضغط. وطبعا بعد ما بنفردهم كلهم في الصواني ما بدخلهمش برضو الفرن على طول، بسيبهم يرتاحوا يعني زي 5 دقايق 10 دقايق كده، وبعد كده بقى ندخلهم الفرن على نار عالية زي ما قلت لك. دي اول واحدة معانا، ودي تاني واحدة برضو ابل ايدي بالزبدة كويس قوي وافردها. نوعين الزبدة يا جماعة، الصفرا والبيضة مع بعض كانوا مدين طعم حلو قوي للفطير. كمان لو عندك سمنة بلدي بتبقى حلوة قوي، بس الزبدة برضو بتكون جميلة. ودي اخر واحدة تقريبا معايا، خلاص كده خلصت كل الكمية بتاعت الفطير، فردته كله في الصواني. دي اخر واحدة اهي، هنفردها برضو عشان نبتدي بقى نسوي. وطبعا انتوا شفتوا شكله النهائي في اول الفيديو، جربوه هيعجبكم قوي قوي، والله سهل وبسيط وهينجح ما تقلقوش. واللي خايف من التجربة يجرب في نص كيلو بس يا جماعة، ويحط نص كمية السكر ونص كمية الملح، بيبقى جميل قوي بصراحة.